ان شاء الله تكونوا كامل بخير، صحتكم كامل لاباس. مرحبا بكم دون اون نوفيل فيديو، مرحبا بكم في قناتي وقناتكم بيبيشو. بون، هذا الفيديو راح نخصصوها للكريم تاع سودو كريم اللي حكيت لكم عليه عفوا وهبلتكم به في الاونه الاخيره، يعني في لي فيديو تاعي اللي فاتوا كنت حكيت لكم عليه وقلت لكم باللي هذا الكريم يرطب ويبيض ويدير بزاف صوالح ملاح للكوغ تاعنا. المعروف على هذا الكريم انه يعالج الإكزيما، يعالج الحروق، يرمم البشرة، وثاني كينا عنده ثاني كينا خاصية انه يستخدموه لبيبي للتهرية، كيما الفرمادة تاع البيافين، كيما الفرمادة تاع زيت الحوت اللي تعرفت بزاف في واحد الفترة. واحد الناس راهم يقولوا بزاف ناس يعني اللي سياو هذا سودو كريم يعني بالطريقه تاعهم، راهم يقولوا بلي خسارة دراهم وشكلها، ومادام ما عندكش اطفال ولا دري صغار ما كاينش حد تستخدميه، ويعني ما يستحقيش. وسورتو اذا ما كانش عندك ليكزيما عافانا الله واياكم، تمام ما تحقيش. وديك المقولة انه هذا الكريم يبيض، مقولة خاطئة. انا جيت بعد هذاك النقد اللي طاح عليه والفيديوهات الكثيرة اللي نفات انه يبيض، اليوم جيت نقولكم العكس. يعني هذا المنتج يبيض، لكن لازم شرط وحاجة تزيديها له باش تستخدموها معاه باش تعطيكم نتيجة تاع تبييض، وهذه الحاجة اللي هي زيت اللوز المر، واللي هي تساعد على تفتيح البشرة، القضاء على الهالات السوداء والبقعة الداكنة وحب الشباب. يعني من الفوائد تاعو تعرفوا بلي يقدر يبيض المنطقة. يعني احنا رانا عارفين بلي هذا السمو السمر وهذاك اللون الغير محبب ما جاش من هكا من الجينات تاعنا، نو، هذا حاجة مكتسبة مع العوامل وكامل، تما نقدروا نتخلصوا منهم. بالاضافه الى انه ينحي اثار حروق الشمس ويحمي منها. وبعد ما عرفنا الفوائد تاع كل مكون، يعني سودو كريم الفوائد تاعو وهذا زيت اللوز المر الفوائد تاعو، اروحوا نعرفوا كيفاش نخدموا هذا الكريم اللي يبيض وكيفاش نستخدموه. فهمتوني؟ تما اروحوا نمد لكم المقادير كيفاش تستخدموا هذه الخلطه اللي تساعدكم على تبييض وتفتيح المناطق في اي منطقه، كما اي منطقه بغيتو تسيوها فيه. وانا سييتو عن تجربه، يعني اذا بغيتو تهضروا قولوا باللي بشرى هذه القناه هي اللي قالت لنا عليه وراكي تكذبي وراكي تخرطي وراكي تزيدي عليها. جربوه يعني ونضبطوا عليه وقولوا لي. انا كنت الضربه الاولى كنت خادعه شغل، كنت مانيش عطيت له الاهميه تاعو، بصح فينالمون يعني بالمداومه شفت بزاف فرق ماشي نورمال. الفايده نرجعوا للمقادير كيفاش نخدموه، ومن بعد كده نقول لكم كيفاش التجربه تاعي معاه. فوالا، عندك تحكمي زوج ملاعق تاع سودو كريم، يعني زوج مغارف تاع سودو كريم، وتزيدي لهم مغرف ونص ولا مغرف كبيره شويه تاع زيت اللوز المر، وتخلطيهم بيان كما راكم تشوفوا في البواط، وديريهم في باطاك تاع زجاج ولا في بطاطا زجاج تكون شغل كيما هذه القرعه تاع زيت اللوز المر، تكون بنيه هكا باش ما اشعه الشمس ما تدخلش ليها وما يتاكسدش ولا يصرالو كاش حاجه. فهمتوني؟ وكيفاش تستعمليها؟ ديريها على المناطق الجافه، يعني المنطقه اللي راكي حابتها غسليها مياه بيان عفوا، وديري لها تجففيها بالبيان، وما تابليكي هذاك الكريم وتروحي تركضي. غدوة من داك تروحي تغسلي هذيك المنطقة وتنشفيها، وهكذا دوالا حتى الفترة تاع سمانة، ورديلي بالخبر. في الاخير حبيت نقول لكم اللي راهي ماهيش مشتركه في القناه تشترك في القناه، تبارطاجي الفيديو مع كامل العرايس وحتى العزبات، وما تنساوش تابونوا في القناه. واي اقتراح ولا سؤال حبيتوا تطرحوه عليا خلوه لي في لي كومونتير، راني نقراهم كامل. وثاني كده ما تنساوش تابونيوني هذه اذا حبيتوا تكونوا هكا بروش ليا، باسكو راني بزاف بنات بعثوا لي وراني نقصروا علامه، يعني نجاوب اي انسانه على قدر ما نعرف. على هذه هي، والسلام عليكم.